السلطة دي من ألذ وأجمل السلطات اللي ممكن تجربوها. سلطة المكرونة مع الخضار وصوص المايونيز، هنستخدم فيها مجموعة رائعة من الخضار والبقوليات: فلفل ألوان، خس كابوتشا، الذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء، زيتون شرايح وجزر مبشور وشوية من الشبت المفروم ناعم. هنعمل بقى الصوص بتاعنا الخطير: كوباية من الزبادي، عليها نص كوباية من المايونيز، وهنضيف عليهم عصير ليمونة وربع كوباية من المية علشان طبعا تفك معانا الكلام ده كله. وهنزود فصين من الثوم المهروس، شوية من الملح تقريبا نص معلقة صغيرة، وربع معلقة من البابريكا رشة كده صغيرة، واخر حاجة هنضيف شوية من الفلفل الاسود الفريش، هيدي طعم حلو جدا. هنخلط كل الكلام ده وهيبقى عندنا احلى دريسنج للسلطة. هنجيب بقى البطل بتاعنا وهي مكرونة هتبقى مسلوقة 80%، ما تهروهاش، وهنشطفها برده كويس جدا من النشا. وتقدروا تستخدموا مكرونة شوفان عشان تبقى بديل صحي. هتضيفوا كل الخضار والدريسنج بتاعنا وهنقلب كل الكلام ده. استمتعوا بالوان الخضار اللي عماله تدخل في بعض بالشكل ده وبتدينا لوحه فنيه خطيره. ممكن نضيف كده من على الوش شويه من قطع الفراخ المشويه لو متاحه، وتقدروا برضو تستغنوا عنها. هنجرنش كده بشويه من الشبت، وحقيقي مش قادره اقول لكم قد ايه خطيره وطعمها مميز جدا، وقد ايه هي مشبعه ومغذيه وتعتبر وجبه متكامله. بجد جربوها هتعجبكم جدا، ولو بتعملوا دايت انصحكم بيها جدا.